السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف سعادة، وبتوحشوني بتوحشوني من الفيديو اللي فات للفيديو دوت. ويلا نبتدي الفيديو القوي الحماسي اللي كله طاقة إيجابية، ونشوف أكلنا النهاردة هيروح لغاية فين. هيروح في حتة تانية خالص. انت هتطبخي بصل؟ لا والله العظيم، بس تعالوا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وما يحلى الكلام إلا بذكر نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. سيبوني اخد كده نفس عميق قوي 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 وكبير قوي قوي قوي، لان احنا خلاص على وشك الامتحانين. وعايزه اقول لكم بردك كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شم النسيم. كلتوا الفسيخ والرنجه ولا لسه؟ بس احنا النهارده مش هناكل فسيخ ورنجة، احنا هنعمل محشي. وهتعملي محشي؟ هعمل محشي بس بطريقة جديدة. صاحبتي قالت لي على طريقة جديدة، فانا قلت اجربها معاكم. هتجربي ايه؟ قالت لي حطي الفراخ نية في قلب المحشي. معقولة يا جدعانة احط الفراخ نية في قلب المحشي؟ طب وبعدين يعني لا، انا مش هينفع ان انا احط الفراخ النية في قلب المحشي. انا عندي اطفال وعندي ولاد، فلازم الحاجة تكون كده مستوية نص سوا قبل ما احطها في المحشي. النهارده طريقتي في الفراخ النهارده كده يعني متغيره شويه، بس عايزه اقول لكم انها طلعت عبقريه، طلعت روعه، طلعت تحفه جدا. تمام. خرطنا بقى البصل، وطبعا هخرط ملوخيه، وهعمل ملوخيه وشوربه اللسان العصفور. ايوه شوربه اللسان العصفور، ما انا ممرومه لسان عصفور، وما ينفعش سفرتي غير لما يكون فيها لسان عصفور. كل ده بقى بنحضر في المحشي. تمام. نجيب بقى البصلايه ونحط عليها الماده الدهنيه بتاعتنا. تمام. ونبدا بقى نعمل ايه؟ نغسل الفراخ بتاعتنا، نغسلها في دقيق وليمون وملح. تمام. بعمل لها كده منقوع كده حلو كده، تخلي لي الفراخ بتاعتي في حته تانية خالص. والله العظيم في حته تانية خالص. كان معايا بقى رقب ومعايا جنيحه من الفراخ بتاعت رمضان اللي انا كنت خلياها يعني، وقلت بقى انضفها جنب الفرخه الكتكوت بتاعتي. انا كان عندي والله العظيم انا عندي فرخه يعني عايزه اقول لكم انها يعني طلعت عبقريه، يعني ما تزيدش عن كيلو و300. تمام. جبت بقى الفراخ بتاعتي وقلت اجرب ايه الفراخ اللي صاحبتي قالت لي عليها ديت. قلت بقى اجرب، بس عملتها بقى ايه بشوي. عايزه اقول لكم على حاجه قبل ما نبدا الفيديو، ان الطبيخ ووقفتك في المطبخ ما بيبقى لهاش اساس، ما بيبقى لهاش يعني اساس. الطبيخ دايما امي ما بيبقالوش كده اساس او سيستم ماشي عليه. لا، الطبيخ ده بيبقى في الاول وفي الاخر هو نفس وروح ست البيت في البيت. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، ما كنتيش داخله المطبخ برضا، ما كنتيش داخله بحب، وداخله ان انت هتعملي حاجه كويسه وهتبهري بيها ولادك، يبقى ملوش لازمه. تمام. فانا معايا بقى الفرخه القلوظه دي، فرخه القلوظه المقلوظه الصغننه، ومعايا بقى الجناحات بتاعتي والرقب بتوعت الفراخ وكده. انتوا عارفين الحاجات دي بتبقى فايضه عندنا. المهم بقى غسلت الفراخ حلو بالليمون والملح والدقيق، ودعكتهم حلو قوي عشان اساس اي وصفه النظافه بتاعت الفراخ بتاعتك. تمام. تعالوا بقى ناخد الفراخ بتاعتنا ونحيقها بالبصل والملح والفلفل، ونهيئها كده تهيئة كده حلوة. تمام. معايا كده بصل وبقليه بالمادة الدهنية بتاعتك اللي انت تحبيها، ونبدأ ننزل بالطماطم بتاعتنا على البصل عشان تتقلى معايا الايه التقلية بتاعت المحشي بتاعتي النهاردة. تمام. نحط عليها مكعبين ماجي، اغطيها اسيبها بقى تتسبك مع نفسها، ونروح على الرخامة بقى ونفضي الرز بتاعنا. تمام. حاجتي كده كلها معايا جاهزة، انا مقورة المحشي بتاعي وغسلة الخضرة، وحاجتي كلها متظبطة وتحت السيطرة. نلمع بس حاجتنا ونشيلها، ونبدأ نجيب البصل بتاعنا بقى ونحط عليه شوية ملح، نحط عليه شوية فلفل، نحط عليه شوية بهارات فراخ، وشكرا على كده. تمام. طبعا انا دورت الفلفل عندي هنا كان قرب يخلص، يعني مش هيكمل الاكل بتاعي والطبيخ بتاعي معايا. اعمل ايه؟ بعت لوجي تجيب لي فلفل، بس جابتهولي هنا مش مطحون. تمام. وانا كنت جايبه بقى ايه، عايزه اقول لكم
دي حكه كده. جايبه معايا بقى مطحنه جديده، عايزه اقول لكم ان انا انبهرت بيها. المطحنه دي وانا قاعده على السوشيال ميديا كده بقلب لقيت المطحنه اللي مقلبه السوشيال ميديا، جبتها وجربتها، طلعت خطيرة قوي. تعالوا بقى نشوف مع بعض لما هنطحن الفلفل في اخر الفيديو كده، نشوف هيبقى معانا شكله ايه. تمام. نصبن بقى حوالينا ونروق حوالينا، عشان ده اهم حاجة النظام والترتيب. تمام. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز ونجيب معانا حلة نحط فيها طماطمايه، بصلايه، ورق لوري، وحبهان. والصلصة بتاعتي هنا بسم الله ما شاء الله كانت تحفة. تمام. معايا بقى هنا خوخ. تمام. انا كنت سلقة خوخ وهعمل عصير خوخ، لان انا كنت عملته قبل كده وجربته وطلع تحفة جدا، فقلت النهاردة بقى اعمله لهم كده مع جنب الاكل بتاعهم، يديهم باور كده وطاقة ايجابية كده. نجيب بقى معلقة سمنة وفصين من المستكة. تمام. معايا بقى واحدة هنا للفراخ. هتحمري الفراخ نية؟ ايوه هحمر الفراخ نية في قلب السمنة وفصين المستكة. عايزة اقول لكم ان هي خدت الفراخ وراحت في حتة تانية خالص. والله العظيم في حتة تانية خالص. قلب بقى قلب. والفراخ الحلة معايا سخنة فيها البوكيه جرنيه بتاعها، وهبدأ احط بقى الفراخ بتاعتي دي تتسلق نص سليقة. تمام. بعد ما حمرتيها في السمنة البلدي او بعد ما حمرتها كده وخدت لون من كل ناحية، حطيها بقى في المرقة بتاعتك تغلي لك كده غلوتين، تاخد نص سوا وتعمل لنا مرقة عشان نسوي بيها المحشي. تمام كده. في حاجة صعبة؟ كله سهل اهو. ونقلب بقى الجنيحة بتاعتنا والرقب برضو في قلب السمنة البلدي دولت، ونقوم نازلين عليهم في الشوربة. خلاص. تمام كده. اللي وصلت بقى معايا لغاية هنا تحط لي بقى لايك واشتراك وكومنت حلو منك فضلا وليس امرا، لو اول مرة تشوفيني قناة عائلة ماما روما. ولو عجبك الفيديو لايك بقى وشير مع اصحابك عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. كده بقى خلصنا وظبطنا التظابيط وعملنا بقى حبة مرقة تحفة جدا. الفراخ بقى هتستوي معايا هنا بقى على الهادي كده يا زبادي كده بالراحة كده، ونبدأ هنحط لها مكعب ماجي في قلب المرقة، هتاخد نص سوا، ونبدأ ناخدها بقى ونروح للمحشي بتاعنا ونقلب التقلية بالرز. انا النهاردة مش هشوح الرز على النار، انا النهاردة هعمله كده هجرب كده هغير ان انا مش هشوحه على النار. تمام. نحط له بقى ملح، نحط له حبة كمون، ننزل بالخضرة بتاعتنا ونقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعض. تمام. انا مش هنزل بالخضرة كلها، اقلب كده واشوف لو عايزت هاخد بقيه الخضره اللي انا غسلاها. تمام. محمد بقى تعملي ايه يا ماما؟ بقول له بعمل محشي. ما هو انا بقى لوحدي وكلهم في الدروس. والله العظيم يعني ان شاء الله لوجي ويوسف يجوا ان شاء الله ويلحقوني ان شاء الله. والله العظيم ده بيعمل كوارث بره لوحده. المهم نرجع بقى لمرجوعنا ونيجي هنا للرز بتاعنا. بسم الله ما شاء الله قلبنا بقى كله، ونجيب بقى الطبق بتاعي وابدأ بقى اغرف المحشي بتاعي في الطبق عشان احشي في الحلة دي. تمام. نفضي كده المحشي ونحشي بقى في قلب هذا ذات الحلة. هات ذات الحلة هكذا يكون المحشي. مطرح الحلة اللي قلبنا فيها هنحشي فيها بقى. تمام. طبعا بقى انا ركنت المحشي على جنب ليه؟ عشان تكون الفرخة خدت معايا نص سوا. نخرط الملوخية ونرجع بقى نكمل معاكم موضوع المطحنة، عشان اللي هيسألني عليها. انا كنت قاعدة على جروب على السوشيال ميديا فلقيت المطحنة الذكية دي، جبتها وهوريها لكم معايا. هطحن فيها الفلفل، وعايزه اقول لكم ان اي بنوته بتجهز اي عروسه لسه جديده ما جابتهاش، عايزه انصحك ان انت تجيبيها. ليه بقى؟ لان عن تجربه انا الخلاط بتاعي كانت المطحنه بتاعتي اتدمرت، فاي عروسه جايبه الخلاط وجايبه المطحنه معاه انصحها انها تجيب دي كمان معاها عشان ما يبقاش الهلك على حاجه واحده. تمام. تعالوا بقى ننشل الفراخ.
ننشل الفراخ القمر دي جميلة جميلة جميلة، فرخة كده كيوت ومستوية نص سوا. وعايزة اقول لكم بقى لما تستوي كمان في المحشي هتبقى شكلها ايه. طبعا انا صاحبتي هنا كانت قالت لي ان انت تحطي الفراخ نية، فانا ما حبيتش ان الفراخ تبقى نية. بصوا بقى المطحنة عبقرية اقسم بالله، خطيرة خطيرة خطيرة. طحنت لي الفلفل خلتهولي بودرة. وعايزه اقول لكم انها بتطحن الخرنجال وبتطحن معاكي القرنفل، اي حاجه، حتى ان شاء الله هعمل لكم حلقه فيها. حتى العود القرفه الخشب بتطحنه بتخليه بودره، يعني مش هتبقي تحتاجي ان انت تشتري قرفه مطحونه بعد كده والله العظيم. فعايزه اقول لكم ان هي خطيره خطيره خطيره، وانصح اي بنوته او اي عروسه تجيبها، ان بجد عمليه جدا، تحفة جدا. غطيها بقى ونشيلها، وهي دي سرعة 200 واط، تحفة جدا. طحنا الفلفل عشان هنعوزه في اكلنا. نيجي بقى للفرخة القلوظة، نحط كده كام جناح معاها ونبدأ نحشي المحشي حوالين الفرخة بتاعتنا. تمام تمام. كانت عايزه تخليني احطها نيه، يا اختي يا حستي انا يما لو كنت حطيتها نيه معرفش هيبقى وضعها ايه، معرفش. بس في ناس بتحطها، انا معرفش، انا عملتها بالطريقه. خدت الفكره واشتغلت انا بالهامي كده ووحي كده، وانت واقفه في المطبخ. ايوه الهام ووحي، ما انت فاكره ايه يعني؟ ما الواحد بيتعلم الطبيخ ازاي يعني. زي ما قلت لكم ان الاكل ملوش اساسيات، الاكل ملوش سيستم انت ماشيه عليه. صاحبتك قالت لك على طريقه فتقوم انت واخده كده وعاملاها، ويا ترى تطلع حلوه ولا تطلع وحشه. لا، انا اخد اللي يعجبني واسستم نفسي انا بقى. يعني هي قالت لي على الفكره وانا بقى غيرت فيها، بس كده. هو ده المحشي بتاعنا النهارده، غيرنا في طريقته. ولوجي بقى كانت جت لوجي كانت جت حبيبتي هنا بقى، قلت لها حمري لي اللسان عصفور، وانا وراها بخلص حلة المحشي، وكده كله تحت السيطرة والحمد لله. خلصت حشيت المحشي، بصوا الحلة القمر قمر قمر. وكان عندي مسلبين منبار يا ولاد وحشيتهم بقى معاهم، حاجة كده ايه ألوجة. ننزل بقى بالشوربة بتاعتنا على لسان عصفور، ونبدأ نجيب حلة المحشي وننزل بالشوربه بتاعتنا. بصوا دولت مسلمين منبار كانوا فايضين عندي، حشيتهم وسويتهم مع المحشي. والله العظيم اتخانقوا عليهم سابوا المحشي. نيجي هنا بقى لحله الملوخيه، ونحط الشوربه بتاعت الملوخيه بتاعتنا، ونبدا بقى نجيب الجناحات والرقب اللي فايضين نحطه في شوربه اللي صلع عصفور. لايك بقى اللي وصلت معايا لغايه هنا، لايك كبير قوي 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 وتشجيع كبير قوي 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 عشان الفيديو يترفع ويوصل لاكبر عدد من متابعين. يلا بقى ندق الثوم، وكده الملوخيه معايا جاهزه، ونبدا نعمل الملوخيه يا بدريه. ايوه الملوخيه يا بدريه، الملوخيه لازم تبقى زي وشك يا بدريه. ندق بقى الثوم، تمام. ونيجي بقى هنا نحط معلقتين سمنة بلدي، ونروح بقى على البوتاجاز، والشوربة بتاعتنا غلت، ونبدأ نحط فيها حبة كزبرة حبة توم ني، وتغلي معانا، وننزل بالملوخية على طول. تمام تمام. وكده اليوم بتاعنا كان خلص. عملنا المحشي بطريقة جديدة، بطريقة مختلفة النهاردة، بروح حلوة، بطريقة يعني تخلي كده الولاد ينبسطوا، خصوصا ان احنا خلاص عندنا امتحانات يوم الاربع. وفورنا الملوخية. بص يوسف كان جه، انا مش عارفة اقول مش قادرة، ما في صبر والله، ما في صبر والله، ما في صبر. نطش بقى الملوخية، واروح بقى. كنت هنا بقى وطيت على المحشي شكلي، ورحت بقى ايه اصلي العصر. رحت لقيته بقى عامل ايه، رحت لقيته غارف شوية ملوخية والله العظيم زي ما بقول لكم كده، وقاعد بيشرب في الملوخية في المطبخ من غير ما حد يشوفه. حرام ده ولا مش حرام؟ نيجي هنا بقى لطشة الملوخية. ايوه يا حستي انا يما، هو ده المطلوب في الملوخية بتاعتنا النهاردة. وبألف هنا وشفا.
وتعالوا نعمل عصير الخوخ. انا سلقته بسكر، وبدأت بقى ان انا احطه في الكبة. تمام. واضيف عليه بقى الزبادي واحط عليه لبن. تمام. اضيف علبتين الزبادي، نحط عسل. عايزه تحليه بسكر ده بيرجع لذوقك انت. ونصبه بقى في الكوبايات. وخلاص كده كنا خلاص بقى هناكل وهنغرب بقى اكلنا النهارده ونشوف راح لغايه فين. احنا وصلنا لنهايه الفيديو، وتعالوا نشوف بقى غدانا راح لغايه فين. راح في حته تانية. تعالوا بينا. ده عظمه، بس حته كده. واو. الفوطه كبيره، وناخد الحله المحشي بتاعتنا وندلج. عايزه اقول لكم ان قول. الحله دي فيها تفاصيل 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 تفاصيل. فيها ممبار، فيها حاجات كتير قوي. وفي فراخ. نقلب. يلا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ خطيره. يا مظبوط انت يا مظبوط. تعالوا بصوا الزغلول بتاعي النهارده. بطايه. ومعايا ملوخيه، عاملين ملوخيه وقررنا ان احنا نعمل عصير ونرجع لاجواء رمضان تاني. وشوربه لسان عصفور. طبعا عشان انا ومرومه لسان عصفور. تعالوا بقى نشوف الملوخيه القمر بتاعتنا بتقول ايه؟ بتقول ايه بقى. بتقول حاجات جامده. الحاجات جامده. نغرف. اغرف يا باشا اغرف من فوق. بص. ما تغرفيش كتير. نغرف بقى شوربه لسان عصفور. يعني يا يوسف شوربة خطيرة. تعالوا بقى نشوف الفراخ. بصوا الفراخ دايبة. بصوا الفراخ يا نهار ابيض، تحفة. عامل زبدة حاجة كده خطيرة، والرزاية مفلفلة خطيرة. وهنا معانا بقى ايه شوربة اللسان عصفور، ومعانا الملوخية القمر. واقول لكم بقى باي باي، وفي حلقة جديدة من عائلة ماما روما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.